ابويا على الغربة، حضرتك شايفين انهار كلها كريم. اتوحشت لك يا ابويا طماي وخيتي. ما كانش قادر نخضر بضلمه يا مصطفى وابن بشاي. صح يا عبد الحكم، كلامك زين عنديك حق. كفايه رجاله كفايه. ما تعزوناش في حالنا امال. ما انتوا خابرين زين اللي مصبرنا على الغربه وبلاويها هنا. البلوه يا الريس عبد الظاهر. الرئيس عبد الظاهر ما نمسك رقبته لو هي بجد، وان شاء الله يكون فن ومان. ليه يا جريم الجد؟ هات روحك عادي. دي حكايه ماشي حكايه مع الريس عبد الظاهر. الريس عبد الظاهر ده عايش كده مع الخواجه. ده حرب دايره يا خجالين. ده حرب دايره مع الخواجه. ربنا وحده هو اللي يعرف عليكم كده. الخواجه وعدنا بخير كتير. الوقفه عندهم بتمن كبير قوي يا صاحبي. هيقولوا الخواجه وعدنا بالجد بالخير ولحق كلامه رجع فيه لانه خايف. بس يا عبد الحكم بس. اسمعوا رجاله اسمعوا. هيقولوا الرجاله بيسمعوا صوت وحش كبير بالليل وراح يحرص على نفسه. تعبين كتير ورقبات اصوات سوداء والعقارب كمان. المبروك معاه عجبه، تحمينا من غدر التعابين وغارة العقارب. الحجاب بنص ريال يا رجاله، بنص ريال تنام وانت مطمن. بنص ريال تنام وانت قافل عينيك، مش بنص عين كيف تجيب. لا مين يا رجاله؟ مين هيشتري منه مين؟ احسن مين اللي قدموه؟ عايزكش حساب يا حكيلة. عايزكش حساب كانك هتخاف من الثعابين والعجارب والوحوش. انا عمري ما جالي بعرف الفوق المصغري ولا اول ولد فيك يا فرده. عارف كيف يطلع نخل الجبان اول نفر يتسبح في الطلعه بالليل. السكه طويله يا مروح. الله عليك يا خيل الدين، الله عليك يا حسالي. حديث تمر كيف الحنظل. على فين يا اخويا؟ اهمل الدكان واهمل الدار واهمل كرمك بحالك. اسمع يا حسالي، لو عاوزت حديثك الناس تتكلم معايا انا ههملك. هخرج من روحي، هخرج من خلقاتي. كل ده لازم يقول بنت حزينه. بنت حزيني بنت فرحانه. الله انا حر بروحي وحر بورتك كمان. ايه وحر بزراريتي كمان. 3 من امي و4 من ابوي. الله يرحمك يا جناوي يا ضاحي يا راسي. الله يرحمه. هم الاثنين تمثل فيا تمثليني تنهش بدعم اخوكي وفي لقمة عيشه. بيتبقى يا حداد. اباي عليك بدك تفضحني قدام الخلق تجاري اختك يا حداد. الله يرحمك يا جناوي يا ضاحي يا راسي. ما كانش مخليني محتاجه حاجه. سابلي اللي يكفيني انا واولادي. سابلك يا حدادة وساكت. هباي سيبني انا جعان اشوف روحي اتجوز بقى. بنت حزينه لا مالها عاد بنت حزيني مالها بعيوبي مشيها اعوج يا وليدي. تربيت مصطفى ولد البشاري. مصطفى هو فين مصطفى عاد؟ دي بنت حزينه وحزينه ما حسبتك تلاقي راجل زيك يا بنتي عنده بيت من ابوه وورث من امه وابوه. هباي عاودت حديثك المسجد تهتاني. اسمع يا بنت ابوي، هتجوز بنت حزينه يعني هتجوزها وهخلي امها النهارده كمان مات. واللي عندك اعمل ايه حداد. ماشي يا اخوي ماشي يا ابن امي وابوي. قلبت دماغي يا بنت الجبالي. سكه طويله يا مروح. فرج عن حلاوة حلاوة يا بلدي وناقة. ايه خبر ايه؟ عاوز سكر مربى. ايه؟ باكل سكر من 4 ابو 4 خلاص جبر بجيب 6 قول لامك ابو 4 بجيب 6 غيداء فانت محلوله ياكل ولا ايه؟ يلا لا اتق الله يا ابن الفاضل. ده مش حلال يوسع ربنا في رزقه. مولانا الشيخ فاضل اتفضل يا مولانا اتفضل. والله يا مولانا عم بيعمل حلال.
الاسعار ولعت يا عم الشيخ. الجاز ما لجنهوش، والزيت كمان يا عم الشيخ ما لجنهوش، واللي كان بمليم بقى علينا بقرش. اعوذ بالله. امال هيقولوا الحرب خلصت ازاي يا عم؟ خلصت يا مولانا خلصت، بس التجار اللي كبار بتوع الجمله راسلين البضاعه، ولما تصرخ وتقول بوق ينزلوها السوق التاج 4. ويا الناس لسه ما جالتش ابوها يا منصور. استر يا رب، استر يا رب للتجار الملايين. هم كبار غصب عنيهم يا عم الشيخ. كيف يعني غصب عنيهم يا منصور؟ الحرب يا مولانا ما خلتش ولد الصغير الا وطلبته الجاهليه، وبتجد فيهم اللي دفع البدنيه من راس مال تجارته، عاوز دلوقتي يقف على رجليه من تاني في السوق. لا حول ولا قوه الا بالله. واللي ما يملكش البدنيه انه راح تحت رجلين الحرب عاد. لا بقى يا عم الشيخ، في منهم اللي طلع ناصح وقطع صباع الود اللي هيدوس بقى الزمان، ده اللي ما ياخدوش في الجيش. عفوك ورحمتك ورضاك يا رب. امال يا مولانا في ناس بيطلع عمرت من الحرب وناس بيطلع خرب. لا حول ولا قوه الا بالله. انتوا بينا يا رب، انتوا بينا يا رب. العيد يا عم الشيخ، العيد عاوز يا سماع، ده انا خدتني وكنت بزعل يا خالد. مساء الخير، مساء الخير يا عم منصور. مساء الخير يا ست حزين، سلامات يا ست كرامة سلامات. على الخير يا عم منصور، ناولني بقى شاي من ابو نجم. يلا هند بسرعه. اتفضل. تشرب. خالدين خالد. حداد، كيفك يا ولدي وكيف الحداد؟ بخير يا خالة بخير. اقول لك انا عندي كلمتين يعني بدي ابوح لك بيه. اسمع يا خالي، انا طالب يد فهيمه بنتك. ايوه وانت يعني عارفه كل شيء عني، والمساله يعني ما محتاجاش سؤالات. قلت ايه يا خالي، انا متعجب. فهيم ابوها البشاري زي ما انت خابر يا ولدي، ما دريانش بروحه. المرض بيهده يوم ورا يوم، الامر دي محتاج مشورة المصطفى، نشيع ونجيب الموافق. يا خالي ربنا يشفى من مصطفى، بس الامر ده هيحتاج وقت طويل. اصبر يا ولدي، ان شاء الله هتكون من نصيبك. كنت اتبعك يعني نقول مبروك يا خالي، نقول مبروك يا خالي علينا مبروك. ميلاد الليل بالطالع بنهد الحيل بالنازل يتشعلق فوق بالطالع وندور عالطوق بالنازل يتشعلق فوق بالطالع وندور عالطوق بالنازل الغادة بتاعها بالطالع جسمت بالراحة بالنازل الغادة بتاعها بالطالع جسمت بالراحة عشر رجالة شد حيلك يا ولد التهوب. هذا قربنا نوصل اللي قال على الشهوات. شد يا ولد. طب بيسحبك خلاص. قول ما يا ولد تعال. عايز الخواجه دي. الخواجه جاي تحفر لحد اطول واحد فيكم وتقول شبرين اللي قال عليه الخواجه على نفسه في رسالتكم معايا. انا رجعتها بنفسي، كل واحد ياخد حقه ويصدق يا ولاد. بس شد حيلك، شد يا ولد. رجاله الجيشنات وصلت يا عرب. بس الجيشنات وصلت. الجيشنات وصلت. بس يا ولاد بس الهاب بقى يا مزاوي، قاعدين نبقى على وش الدنيا ونعيش بقى. مصطفى حياتي ودوني للشيخ فاضل احب على يدك. وديني له يا حزينه. يا مرك يا حزينة، يا مرك يا مر ايامك وسنينك يا مرك. يا مجاوي، مشتاق اشتري كنيسة واطمح فيها ولا جبل الجمرة لما اجيب لما تجيب الشمس بنياتها عاد كده. كده اجيبك من جلابيتك واضربك. همليني يا ولي، انا شديد عاد. شد حيلك يا عم بشار. شد على الله. خير يا راجل، هو الشيخ ولازم تصحي الابداع. الحمد يا شيخ فاضل، جدته جايبه نار، هي الحب هيخليك ما دريانش بروحه. حدادي في السماء يا عم المجاوي.
حداد ابوي كان يشوفها يقول لي حاسب يا ولدي. تخطفك يا مصطفى ويخبيني في صدره. مصطفى يا ولدي، الشمس وقع عليك قوي يا ولدي. انزل يا ولدي، نار جهنم هتحلقك عاد. ارجع غانم سالم. بكفايات يا راشد، قلبك حيوجع مني. بكفايه، ابعدوا عني. تعبت يا مجاوي. سيبيه يا حزين، سيبيه يقول اللي في قلبه، يقول كلمتين. اعاود بقى. لا شايفك، اعملوا حاجه. ما قدراش يا عم الشيخ، كل حاجه فايتاني. سيبوني افوت من هنا. خلاص يا ولدي، سافر البشاري من البشاري، قلبي هناك في الريح متعلق، ريح شديدة طفت مصابيح البلد وجاية. يا ولد، حدادي فوق وحفرة تحت. الموت قرب. يا قلبي. كان قلبي يطوي لما ولدي يجيده. هات يا ولدي، هات يدك يا ولدي، هات يدك. البيت بيوسع ولا بيضيق؟ بيوسع ولا بيضيق؟ هتخنق. هموت. ليه يا ولدي؟ ليه هتروح يدك من يدي؟ كأن جوايا بيروح مني. خلاص يا مصطفى، خلاص يا ولدي. بشار يا عربي، كنت عليها يا رجال. حد يقول لي ليه؟ ليه اقول الكلب ضحك عليا؟ ليه سمعت صدقت؟ حد صحيح لو كنت ميت اقعدوا فيه حتى لحد ما اموت. قولوا لي ايه يا رجاله؟ ردوا عليا يا رجاله. ايه يا مجاوي؟ هتعمل قاعد كنت هناك؟ تعال معايا يا مجاوي. حملني يا مصطفى. قوم بس. حملني. انا مش همشي من هنا. ما اسمح انت يا ولد. مش يمكن تكون حد عايش يا مصطفى. ايه؟ انا حاسبين وصلح. وانت مصطفى انت جليل ولديات. هنا بينا الحبيب اللي طلع رجاله هنا يا راجل. ايه هالبيت يا مجاوي؟ تدخل في خصومه مع الخواجه واحنا مش فاهم. الخواجه غدر بيهم كيف الانجليز ما غدروا بينا بعد الحرب. يعني ايه؟ يعني حددين الرجاله ماتت. تقول نفسهم كيف؟ هذا يعني مين ولا مين يا مصطفى؟ المتأكد دي متطرفة. هي بتجيب لي ولا مشرفة ولا البحر. طبيعتك ايه ولا ذنبك ايه؟ قد غدر بيك في الرجال. ربنا وحده هو اللي نجاك من دين الرجال في اليهود. حاولنا نروح وياهم. تعمل ايه؟ ما قدرتش نروح الا بعد ما اليهود كانت بتخلص رد. اعمل يا مصطفى؟ هقول لناسهم ايه؟ كلهم كانوا معايا. دلوقتي ما فاكروش. الرجاله ماتت. رجاله تعب. اقول لهم الامانه اللي فرطت فيها. حققوا علي. حققوا علي يا رجاله. يا مصطفى. يكتب المخلوق. مش قادر اصرخ. اصرخ عليهم. ايوه. لا. الدليل عنه يا مصطفى. حلو ما هتبص عليا. هتلعب فيا. هتقول لي انت يا ملاوي. انت اللي سلمتنا للموت. سلمت لليهودي. روح اتجوز وبلغ عندك فيه. وكفايه عليك تعب المسلمين.
أنا كمان مجنون. وأنت شارك عاش أنت يا فندم. بقيت فاكر يا ولد. اديك طول العمر. أنا مش مصدق إن أبوه مات. انا مش مصدق ان الرجاله ماتوا. أبوه حي. هناك. بعيد. الرجاله هناك تهاوروا بيك. كيف ما هم بعيد؟ والوقت في الريح. في الشتاء في الكوخ. انطفى المصابيح. قمر لكن صغير. صغير. يا هنا اللي صوت الدعاء في عيون بنت البلاد. ايه اللي صار؟ انت الحداد الزين حول بحالة وانت ما تعرفش تعمل حاجة دي. ايه اللي صارك يا حداد؟ يا سوادك يا حداد، يا سوادك. وبعدها لك يا حداد. حول عدى واللي وراه جرب يفوت، واخرتها يا راجلي واخرتها اسود اسود اسود. لابسه الاسود يا بنت حزينه. ما لقيتيش نفسك تلبسولي منين؟ مفيش غيره عاد. اللي لقيته سليم من خلقاتي يا حداد. اخرس يا حرمه. تقدر يا حداد، تقدر تسد خشمي وتجرني من شعري وتمرمغني كمان في تراب الضعف، لكن ما هتقدرش تقطع لسان الخلق كلها وتمرمغهم في تراب النجم. لاجل يبطلوا يجيبوا في سيرة مرتك يا حداد. اخرسي، قلت لك يا اخرسي. كفاياكي حديدك اللي هيولع بينا فوقي في النار. كفاياكي نار. اسمع يا حداد، تروح دلوقتي للحدادة وتقطع السن اللي دايرة بيه في النشر كله شنع عليا، وهتسميني المعيوب واسمي ما تنتجوش واصل. اقطع لسان الغجرية الحدادة اللي هتسميني الأرض البور. الأرض البور يا حداد. اخرس يا حرمه. ايه اليوم اللي ترفع فيه حسك على راسك؟ اليوم اللي الحداد هياخد امر من حرمته. البس خلاجاتك يا حداد. روح للحداد يا حداد. اقطع لسان الغجرية يا حداد. اسمع يا حرمه. حداد راجل. راجل وسيد الرجاله كمان. هيصرف عليكي. هيزرع لك هدنه ويشتري بدلها 10. هيصرف عليكي وعلى امك يا بنت البشاري. امي هيصرف عليها المصطفى. هيشيع عليه ايه؟ مصطفى ما هيشيعش. مصطفى نبقى مرته سجتت ونبقى اللي هيشتغل معاهم غدروا بيه. الحقيقه يا بنت حزينه انه مرته غدرت بيه وسخت فرشته. ايوه نزلت فرشته مع راجل من جنسيها شامل زيه. عمل اسم مصطفى كان طلقها وبس. بكفايه يا حداد. كمان سيره المصطفى حطولها. مصطفى لو مرته عملت كده هيجز رجبتها، هيذبحها يا حداد. مصطفى راجل وفارس يا راجلي، فارس. راجل بدماغك وبس. فارس عاد ابو زيد الهلالي. ابو زيد الهلالي اللي هتخطرفي بيه وانت صاحيه وانت نايمه. ابو زيد الهلالي اللي هتحكي بيه على الصبايا عند الترعه وبتعدم له الزرع. الراجل قال اسمع يا حرمه، مالكيش راجل غير الحداد. راجل علشان ما بتصرف عليا. اخرسي، قلت لك اخرسي. حط لسانك فوق عشان ما يطلعش وراكي. لا يا حداد، نصيحة دي كمان لولا روع فيها صحي. نصيحة وهروع فيها برضه ما هتفرقش. لحمة البان على الخلايق خلاص، وعرضك انكشف، ومرضك ما عادتش مستورة في عيون الخلق. والعيب منك انت يا حداد، العيب منك انت يا راجل. اخرسي تعالي هني. ما هتخرجيش من دار واصل. ما هتخرجيش ولا حتى لامك حزينه اللي مالت دماغك في الحديد ده. حزينه ما تعرفش واصل الحديد ده. الحديد ده حديد الحداد. هتنهش في لحم اخوه في عرضه، وبكره كمان هتنهش في شرفه.
عليك وسلامة البنت كمان. عايز حاجة يا حداد؟ اكلمك. كلامنا خلص، حبل الحديد قطعناها عاد. اسمعي بس انا كنت جاي اقول لك انت الحدادة يا حداد، قلت لها انك جاي تتحدث معاك؟ أباي الظاهر ان الزوم ما ينفعش معاك خالص. ليه؟ فاكر انا جاي اتحدث معاك اياك واقع فيك يا عاد. امال جاي ورايا ليه يا حداد؟ ايه جاي ايوه خد الريال ده كسوة البنت. ما عايزش منك حاجة واحدة مقصود. دي بنتي وما عايز تحدث عليها ان شاء الله حتى يكون خالها. امسك ريالها تاخديه تحرقيه تتبرعي منه لليتامى والفقراء طلع من ذمتي عاد. اسمع يا فهيمي اكلمك يا فهيمي. كثير على بنت الحداد اياك. بنته؟ انا هتكلم عن بنتك اللي مصوبة. يعني ايه؟ ما تلفيش كلامك معايا عاد. اتجوز يا حداد. طب وجواز مالها بس ومال الصبية عاد. نتأكد انك رخص تختلف. طب هي وصلت الدنيا مش مصدقة يا انها من صلب. ولما هي مش من صلب امال فين ما جابتها منين؟ انطقي عارفه حاجه وتكتهي انطقي لما ولا متابعين منين؟ الناس كلها هتقول من حداد. توقع من حداد. بس الحدادة مش مصدقة انها من حداد. الناس مصدقة يبقى انت كمان تصدقي ولا مخالفة اياك؟ الحدادة وحدها تعرف سرك يا حداد. سري يا وليد اخراج النافوخ اياك. رد لي عادي اتجوز. العمر بيفوت فينا كيف الطواحين. خلفت من بنت الصياد يبقى الاثنين اولاد. ما خلفتش يبقى نفرق ونابت وعيش على روح ابوها اللي منعرفوش يا حداد. مش كده يا اخوي؟ صدقت بقى يا بيه نقرا واحكم عليكي واحبس القمار. حبست من دلوقتي يا ابن الشيخ. احبسك بنورك ده واني اللي هقشرها من عليك كمان يا بيه. يا سلام يا اخويا تقشرها من عليا ليه؟ فطهاني ولا غلط؟ جنايني ياخدوا فرد خدودك ويشموا لمينا. ايه؟ علموك كيف المدارس يا ابن الشيخ؟ تتشطر على الطبايخ؟ فاكر يا ابن الشيخ النخلة المعوزة؟ طب عمرك بكده؟ طوعيني انا بويك. يا سلام يا اخويا ما انا طوعتك قبل كده ولا نسيت؟ عند النخلة معوجة. الحاج يا ابن الشيخ ده انا عمري ما هنسى الحكاية دي واصلة. حكاية واحد اللي فتح عكي صح؟ ايوه فتح عكي. طب ما تيجي بقى نكمل بقية الحكاية عند الشجرة. ايه عند النخلة المعوجة. ايه؟ لا يا اخويا انا عوضت على جدتي بكره يا ابن الشيخ. انت يا بويك. بالعكس يا بويك. ظهر الجناين طرح والعطر مش راح مع ان اصل الشر طالع في بيت واحد. ظهر الجناين طرح والعطر مش واحد مع ان اصل الشر
لما انبدر الحب لما انبدر والورد لما انقطع ده الورد لما انقطع مسقي بما